بص، هو انا عارف ان كواليتي الصوره او الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده مش احسن حاجه خالص، واكيد طبعا كل الفيديوهات اللي قبل كده كانت احسن بكتير. ده كله بسبب ان الاضاءه باظت، وانا حاليا بصور باي اضاءه تعبانه كده، ولكن بحاول ان انا اعمل اي حاجه تخلي شكل الاضاءه كويس. المهم في الفيديو ده انا جايب لك موقع الصراحه هتحتاجه جدا، انت تحب ان انت تعدل على الصور بتاعتك كتير، لان الموقع ده فيه كميه مميزات انا ما صدقتش نفسي لما شفتها. الموقع ده بيخليك تشيل اي خلفيه لاي صوره انت عايز تشيلها بقى، عشان تعرف ان انت تعدل عليها بشكل كويس وتركب لك انت بقى خلفيه مناسبه غير الخلفيه اللي انت متصور فيها. لكن المميزات اللي قويه فعلا بقى انه ممكن مثلا يشيل لك اي حاجه من الصوره اللي انت مصورها من غير اصلا ما حد ياخد باله. صوره مثلا كان فيها ووتر مارك، مثلا علامه مائيه مزعجه شويه، فالموقع ده بيشيلها لك، ولو وريتها لاي حد مش هيلاحظ اصلا ان كان في علامه مائيه ويتشال. وكمان لو انت متصور صوره عاديه مثلا زي الصوره دي، فتقدر ان انت بقى تضيف لها مؤثرات اضاءه بقى، اضاءه جايه من الشمال وجايه من اليمين ومن تحت ومن فوق والهيصه دي كلها، واهم حاجه انها تبقى جايه بشكل واقعي، فاللي هو اصلا بيبقى باين ان انت كانك متصور في استوديو بقى واضاءات حقيقيه، وكل ده بيتم عن طريق الذكاء الاصطناعي. كمان الموقع ده بيخليك تعلي كواليتي اي صوره انت مصورها بموبايل قديم بقى او اضاءه قليله شويه، بيعلي كواليتي اي صوره، عكس برنامج ريميني اللي موجود على الموبايل بيعلي بس كواليتي الصور اللي فيها اشخاص. هو بيعرف يعليها بشكل كويس جدا، ولكن لو عرضت له اي صوره تانية ما فيهاش صوره لاي شخص مش هيعرف يعدلها لك اصلا. عكس الموقع ده بيعرف ان هو يعلي او يظبط اي كواليتي لاي صوره حتى لو ما فيهاش اي شخص. واهم ميزه بقى في الموقع ده ان هو مجاني تقريبا، هو مش كل حاجات مجانيه لان في بعض الحاجات مدفوعه، ولكن بالنسبه للمزايا اللي هو بيقدمها فهو يستحق الصراحه ان يكون في جزء مدفوع، ما فيش حاجه ببلاش يعني. المهم بقى قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان ما يوصلك كل الفيديوهات الجديده. وبس كده، خلينا نبدا في الفيديو. طيب احنا اول حاجه نعملها هنفتح موقع كليب دروب اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في اول كومنت. هيفتح لك بالواجهه دي كده. خلينا نتعرف سريعا كده على التولز او الادوات الموجوده في الموقع ده. منها مثلا كلين اب، ده بيخليك تشيل اي حاجه في الصوره ولا كانك شلتها اصلا، زي ما انت شايف كده بيشيل القلم مثلا وما بيبقاش له اي اثر خالص بعد ما يتشال، فدي صراحه اضافه كويسه جدا في الموقع ده. الريموف باك جراوند الصراحه هي مش احسن حاجه في الموقع، ولكن يعني بتشتغل نوعا ما. هي مشكلتها بس ان هو ما بيرضاش ان هو يشيل لك الخلفيه بتاعت اي صوره الا لو اس دي، لو اتش دي فلازم تدفع شويه فلوس، لكن الصراحه بيعرف يشيل الخلفيه بشكل معقول. بالنسبه للريلايت بقى من اكتر الحاجات الجامده جدا في الموقع ده، لانه بيعرف يديلك مؤثرات اضاءه زي اللي انت شايفها دي، واهم حاجه ان شكلها بيبقى واقعي خالص، ما بيبقاش بقى باين انها فيك او كده. بتقدر بقى تحرك الاضاءه في اي اتجاه انت عايزه وتختار اللون اللي انت عايزه بشده الاضاءه وكل الحاجات دي. الصراحه حاجه حلوه قوي قوي في الموقع ده. بالنسبه بقى للايمج اب سكيلر، فهو بيعرف يحسن لك الكواليتي بتاعت اي صوره، ولكن لو ما فيهاش اشخاص. اما لو صوره زي الصوره دي كده ففيها شخص، فالموقع ده مش هيعرف يعليها لك خالص. ساعتها هقول لك استخدم برنامج ريميني اللي موجود على الموبايل، لان ريميني وكليب دروب عكس بعض خالص. ريميني بيعلي لك كواليتي اي صوره فيها شخص، لكن لو صوره عاديه مثلا زي صوره الجبل ده ما يعرفش يعليها. عكس كليب دروب بيعرف يعلي لك الصور العاديه اللي ما فيهاش اشخاص، لكن لو صوره فيها شخص فبيبوظها لك خالص. اتمنى تكون فهمتني يعني. بالنسبه بقى للتكست تو ايمج، فدي بيبقى فيها بار اسود كده بتكتب فيه اي حاجه تيجي في بالك، والموقع ده بيجيبها لك في صيغه صور زي ما انت شايف كده يعني. بالنسبه للريبليس باك جراوند، فانت هنا برضو بتحط في البار الاسود ده اي خلفيه تيجي في دماغك، وهو برضو بيجيبها لك في صيغه صور وتحط الصوره بتاعتك عليها. لكن الاثنين دول مش مجانين للاسف، ولكن هم الصراحه مش مهمين قوي يعني. اهم حاجه بالنسبه لنا هم الاربع ادوات دول. فعشان نبدا بقى نشتغل في الموقع ده، هتقوم رايح على ابس اللي هنا دي، ويا اما بقى تختار اول تولز يجيب لك الادوات كلها مره واحده، يا اما تشتغلها بقى تول زي ما انت شايف كده بقى. تبدا مثلا بالريموف باك جراوند، بعدها الاب سكيلر، وهكذا يعني. انا الصراحه هبدا بالريموف باك جراوند الاول. هتلاقي فتح لك بالشكل ده كده. فخلينا مثلا نضيف صوره من عندنا بالشكل ده كده. فزي ما انت شايف كده، نفس اللي قلت لك في اول الفيديو، ان هو هيطلب منك ان انت تعمل تصغير الكواليتي دي للاس دي، لانك لو ضغطت على الانلوك اتش دي مود فهيطلب منك شويه دولارات حلوين كده، وطبعا انت عارف الدولار بكام دلوقتي، فمش منطقي اصلا ان انا ادفع 9 دولار علشان اشترك في البرنامج اشتراك شهري، في حين ان انت لو اتعلمت اصلا الفوتوشوب اساسيات بس البرنامج هتعرف ان انت تشيل الخلفيه بشكل احترافي اكتر من الموقع ده نفسه. فاحنا مثلا نقول له خلاص خليها اس دي، هيقلل بس الكواليتي بتاعت الصوره يعني، فتلاقيه بالشكل ده كده شايل الخلفيه ويبان لك من بعيد ان هو شايلها بدقه كبيره. خلينا نعملها داونلود عشان نشوف التفاصيل بقى عامله ازاي. طبعا هي الصوره اللي انا حاططها دي اصلا كانت الكواليتي بتاعتها عاليه، فهو لما قلل الكواليتي ما بانش عليها انها قلت قوي. هتلاقي انا الصراحه شايلها بشكل كويس جدا، شايلها بشكل كويس صراحه. نروح بقى للتول اللي بعدها وهي الايمج اب سكيلر، واللي هنا بيعرف ان هو يعلي لك الكواليتي بتاعت اي صوره ما فيهاش اشخاص. فخلينا نشوف مثلا صوره زي الصوره دي كده. الصوره دي ما فيهاش اي تفاصيل خالص. هتلاحظ هنا بعد التعديل هتلاقيها كانها متصوره بقى بكاميرا بروفيشنال بقى واضاءات ومش عارف ايه، لانه الصراحه عارف ان هو يعالج الصوره بشكل كويس قوي. لو جينا هنا نعمل لها داونلود هتلاقي الكواليتي بتاعتها حلوه جدا زي ما انت هتلاقي الكواليتي بتاعتها حلوه جدا زي ما انت شايف. في صوره مثلا زي الصوره دي كده هي متصوره بكاميرا قليله شويه. شوف هنا الموقع اتعامل معاها باحترافيه كبيره جدا، عارف ان هو يعالج الالوان ويعالي الكواليتي بشكل كويس جدا. فالصراحه الموقع ده يعتمد عليه جدا في انه بيعلي لك اي كواليتي لاي صوره لو ما فيهاش اشخاص عادي. صوره زي الصوره دي كده مثلا. خلينا نحط بقى صوره من عندنا كده ونشوف هيتعامل معاها ازاي. اللي عايز اوريه لك بقى، لو حطيت صوره مثلا لهالاند ولا حاجه اي شخص يعني، اتفرج هنا وعمل ايه في الكواليتي بتاعت الصوره. هتلاقي هنا ان البرنامج دمر التفاصيل خالص بتاعت الصوره وسيحها في بعض زي ما انت شايف كده. ده عكس الصوره اللي انا كنت مديها له، كانت الكواليتي
الكواليتي بتاعتها عاليه جدا زي ما انت شايف. فالنصيحه يعني ما تحطش صوره فيها شخص لانه بيسيح لك التفاصيل جدا. نخش بقى في التول اللي بعدها وهي الكلين اب. خلينا مثلا نبدا بالصوره دي كده. هنشيل هنا القلم ده بالفرشه الصفراء اللي معانا، حاول تحدد على القلم بالظبط علشان ما يبوظلكش بقيه الصوره. هتلاقي هنا شال القلم وما سابش اي حاجه خالص. ولكن عايز اقول لك ان الكلين اب برضه زيه زي بقيه ادوات الموقع ده بيقلل الكواليتي سنه، يعني عايزك تلاحظ الفرق في الكواليتي كده، ومش هتلاحظها قوي بصراحه، بس هو قلل الكواليتي سنه وهو بيشيل القلم، وده برضه عشان الاتش دي مود ونفس الحوار اللي انا لسه قايل لك عليه. خلينا نحدد القلم ده كده ومعاه البرجل اللي قدامه. عايز اقول لك ان انا دخلت كمان في تفاصيل الورقه اللي ورا دي، ولكن عادي جدا الموقع مش هياخد باله من حاجه زي دي اصلا، وبس هيشيل الخطوط اللي كانت على الورقه نفسها، حاجات الرسومات اللي مرسومه دي، هيبيض الورقه خالص زي ما انت شايف كده. هو شال كل الحاجات من غير ما يسيب برضه اي اثر خالص. عايزين بقى نشيل الكتابه اللي ورا دي، ودي هنعتبرها كانها ووتر مارك او علامه مائيه، لان دي بتضايق اغلبيه الناس اللي بيعملوا اديت على الصور لما يجي ينزل صوره مثلا عشان محتاجها في الاديت ويلاقي فيها ووتر مارك مزعجه، فالموقع ده بيعرف يشيلها بشكل كويس. وهنا شال الكتابه من غير اي اثر برضه، فده الفرق ما بين قبل وبعد. جامد جدا الموقع ده. ايوه بس ان انت محتاج تدفع شويه فلوس عشان تفعل بس الاتش دي مود وخلاص كده يبقى الموقع ده جامد قوي، ولكن الكواليتي مش بطاله الصراحه يعني. خلينا ناخد صوره زي الصوره دي كده. عايزين نشيل اللوجوهات الصغيره اللي موجوده دي. هنشوف مثلا لوجو زي ده خصوصا بالباترن اللي معمول باللون الازرق ده، هل هيتاثر بعد ما نشيل اللوجو ده ولا لا. خلينا نشيل ده كده. وده الفرق ما بين قبل وبعد. تمام قوي. ناخد بقى دي اخر صوره كده، لان الصوره دي فيها بعض الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نشيلها، حاجه زي البرج اللي ورا ده كده، بالاضافه للشخص اللي واقف هنا ده. هتلاقينا شايل البرج من غير اي اثر حرفيا، لدرجه ان انت لو وريت الصوره دي لحد كده مش هيقول لك ان هنا كان في برج واتشال. شالها بواقعيه كبيره جدا، حتى بدل مكان البرج بشويه سحب علشان يظبطها. نشيل بقى الراجل اللي واقف هنا ده كده، هتلاقيه هنا اتشال بواقعيه كبيره برضه زي ما انت شايف. فانا صراحه شايف ان كده كفايه قوي على الموقع ده في حته الكلين اب، لانه بيعرف يشيل اي حاجه انت عايزها، اي حاجه تقريبا. نخش بقى في الريلايت، من اكتر الحاجات الممتعه قوي في الموقع ده، لانه بيحط لك مؤثرات اضاءه واقعيه قوي بصراحه. خلينا ناخد الصوره دي كده. لو انت ما بتفهمش في الحوار بتاع الاضاءه ده، ما تعرفش انت تظبط اتجاهات الاضاءه كويس، فالموقع ده بيديك بريسيت جاهزه. انا مش عارف هو واقف فين دلوقتي. كمل يا عم، فين الصوره؟ 2 hours later. هتلاقي هنا الموقع ادالك اصلا بريسيت جاهزه كده للاضاءه هو عاملها، والصراحه بيبقى شكلها كويس قوي. انا ممكن عندي تعديل خفيف بس، ان انا هبعد الضوء ده كده وهقلل الديستانس دي اللي هي قرب او بعد الضوء ده عن الشخص، اقللها شويه. والبار اللي جنب اللون على طول ده شده الضوء، والراديوس نقللها شويه برده. تمام كده حلو قوي. ده انا بهبد اي حاجه، بس حتى الهبد هنا جايب نتيجه بشكل كويس. ممكن نعمل داونلود على طول. الريلايت هو تقريبا التول الوحيده اللي ما بيقللش فيها الكواليتي بتاعت الصور خالص، هو والابسكيلر، فدي صراحه حاجه كويسه قوي. حتى مش هتلاقي هنا كلمه الاتش دي مود خالص، هو بياخد الصوره بكواليتي عاليه بيطلعها لك بكواليتي عاليه. طبعا ده الفرق ما بين قبل وبعد، فرق السما من الارض حرفيا، كانك رحت استوديو وتصورت بقى وحواليك اضاءات كتير. طيب خلينا نعمل بقى ضوء بنفسي انا، يشيل كل اللايتس اللي هنا دي. الامبيانت دي هي شده الضوء، فاحنا هنعليها شويه عشان تبقى شبه الصوره الاصليه، ونعمل نيو لايت. اختار بقى هنا الضوء يكون ده الضوء الاساسي بتاعنا، ويفضل يكون هنا كده. هنقلل الديستانس شويه عشان ما يبقاش لاسع بالشكل ده، ونقلل شده الضوء، نزود الديستانس، نقلل شده الضوء، تقعد تعملها بقى لحد ما ترسم معاك على الشكل ده. كده انت عليت اضاءه الصوره. بس على فكره انت ممكن تستخدم الريلايت دي، فلو انت مثلا بتصور صوره والاضاءه بتاعتها قليله، فممكن تحاول معاها برضو انت تظبط الاضاءه بتاعتها بالشكل ده. نعمل بقى نيو لايت كمان، وهنا الموقع ده احترافي جدا لانه بيتعامل بنظام الار جي بي، فلو عايز لون بالظبط حرفيا بيجيبها لك بالار جي بي. هنختار هنا مثلا اللون الاحمر من هنا كده، ونحطه في اقصى الزاويه اللي تحت عشان يعمل بقى تاثير كويس. قلل شده الضوء دي هي الديستانس بالشكل ده كده. كده هي مديها لوك حلو قوي بسيط. نعمل نيو لايت، نختار الازرق بقى نحطه في اقصى الزاويه اللي فوق، وبرده نقلل شويه كده. انا ما بفهمش الصراحه في الاضاءه قوي، ولكن برده بالهبد كده تقعد تهبد وتشوف اللي عينك مرتاحه له، هتلاقي نتيجه كويسه قوي. تمام كده حلو. كده احنا عملنا لوك بسيط قوي الصراحه وشكل كويس، مش زي اللي البرنامج كان عامله صراحه، لكن لو بتفهم في الضوء ممكن انت تظبطها بشكل احسن من كده. نعمل نيو لايت اخيره، نختار اللون ده كده ونحط هنا الشكل ده كده. كده انا الصراحه مكتفي جدا بالتعديل اللي انا عملته. شايف الصراحه ان انا عملت تعديل كويس، مش احسن حاجه الصراحه، ولكن احسن بكتير من الصوره الممله دي. نعمل لها داونلود بقى، هتلاقي الصوره جايه معاك باعلى كواليتي في الصوره، حتى التفاصيل واضحه جدا زي ما انت شايف كده. الصوره شكلها رايق قوي، سواء دي او الموقع كان عاملها او اي حاجه تتعمل هتكون احسن بكتير من شكل الصوره الممله. هنا بقى التكست تو ايمج او الريبليس باك جراوند، فالاثنين دول بفلوس. هتلاقي هنا عايز فلوس برضه زي ما انت شايف نفس القصه. هتلاقي هنا عندك الاي او اس اب او الاندرويد اب، وده لان الموقع ده له برنامج على الموبايل. لو عايزين ابقى اعمل فيديو للبرنامج ده على الموبايل فابقوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو لقيت عدد كبير بقى طلب ان انا اعمل فيديو عن البرنامج ده فنبقى نعمل له فيديو قريب جدا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، فيديو سهل جدا الصراحه، واستمتعت جدا بالموقع ده. هسيب لك بقى اللينك بتاع الموقع ده ولينك البرامج بتاعته على الاندرويد والاي او اس تحت في الديسكربشن. وبس كده، اشوفك في فيديو جديد. سلام.